علينا وعليكم بإذن الله تعالى. في بداية هذه السهرة التي نقدمها لكم من هنا من مركز تلفزيون جدة عبر القناة الثقافية، نرفع آيات التهاني والتبريك لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، ولسمو ولي عهده الأمين، ولسمو النائب الثاني، وللأسرة السعودية الكبيرة، هذا الوطن الكبير. نتمنى إن شاء الله أن يقبل منا ومنكم صالح الأعمال في شهر رمضان، وأن يعيننا بإذن الله تعالى على طاعته في بقية العام. كل عام وأنتم بخير. مشاهدينا، في هذه السهرة الفنية نستضيف عدد من أصحاب الفكر وأصحاب الرأي وعدد من أصحاب الصوت الجميل والنغم الأصيل في هذه الليلة عبر شاشة القناة الثقافية. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو، الدكتور محمود صعيدي، وهو رئيس مركز الأبحاث والتوثيق بالمنطقة التاريخية. كل عام وأنت بخير دكتور. أنت طيب ومن العائدين. وأهلا وسهلا فيك، وكل سنة وأنتم طيبين، أنت والمواطنين وجميع المشاهدين والمشاهدات. وفي هذه الفرصة السعيدة يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريك لقيادة هذا البلد ولجميع مواطنين هذا البلد والمقيمين على أرضه، كل سنة وأنتم بصحة وسلامة. وأنت بصحة وسلامة. طبعا احنا بدينا مع الدكتور محمود، أكبرنا سنا وقدرا ومن اليمين برضه، الله يحفظك. أيضا مع الشاعر ناجي بطيش، مساك الله بالخير، كل عام وأنت طيب. وكل سنة وأنت بألف ألف ألف خير، والأمة العربية والإسلامية بألف خير. ويسعدني بهذه المناسبة أنا أتقدم بأحر التهاني وأسمى الأمان إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، والأمة الإسلامية قاطبة. الله يحييك معنا وانت بخير ان شاء الله. ايضا مشاهدينا الكرام، في هذه الليله الجميله معنا احد الفنانين الشباب الذين قدموا للساحه وقدموا اعمال اكثر من رائعه، يحمل صوتا عذب ولحنا اكثر من رائع، الفنان ماجد عادل. مساك الله بالخير، كل عام وانت طيب. الله كل عام وانت طيب ان شاء الله، واخوان الضيوف والشباب في الفرقه والساده المشاهدين، ونعاد عليهم ان شاء الله بالصحه والعافيه، حكومه وشعب ان شاء الله. الله يحييك. شكرا. مشاهدينا الكرام، ايضا المجس والجسيس فيصل لبان صاحب الصوت الشجي، والذي يكون حاضرا في كل المناسبات السعيده طبعا في المنطقه الغربيه بشكل عام. فيصل، كل عام وانت بخير. احنا سعداء انك تكون معنا اليوم. انت طيب يا اخوي عبد الله، ومسي على ضيوفنا حقيقة، وأنا سعيد بتواجدي معاكم ومع الفرقة والفنان ماجد والشباب. حقيقة اليوم حقيقة عيشتنا العيد بحماس يا عبد الله، شكرا لك. الله يحفظك. نرحب أيضا مشاهدينا الكرام بالفرقة، فرقة الطرب البحري الأصيل بقيادة الأستاذ بندر بن مفرح الجهني والفرقة والمجموعة المصاحبة. نقول لكم حياكم الله وكل عام وانتم بخير. الله يحييكم. طبعا احلى بدايه في هالليله، ولا ايش رايك دكتور محمود؟ نبدا مع الفرقه. نبدا معهم. نعم. طيب تفضلوا. البدايه مع الفرقه ومع الدور الاول بعنوان الحلو لما انعطف.
الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا، شكرا لكم. نرجع مشاهدينا الكرام أو نبدأ بالأصح حوارنا مع ضيوفنا في الليلة السعيدة، بداية مع الدكتور محمود صعيدي. دكتور محمود، كل عام وانت بخير مرة ثانية. بالصحة والسلامة إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، يعني من موقعك في مركز الأبحاث والتوثيق بالمنطقة التاريخية، وأيضا من معاصرتك لعدة أجيال في محافظة جدة، الموروث الشعبي في محافظة جدة، الاحتفالات الشعبية في هالليالي، ليالي العيد، اختلفت كثير. لو نتكلم عن مظاهر العيد في السابق كيف كانت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأكرر كل سنة والجميع بخير إن شاء الله. آمين يا رب. جدة كانت تستعد للعيد من منتصف العشر الأواخر أو في العشر الأواخر من رمضان. وكان الاستعداد هذا على عدة نطاقات، النطاق الأسري في داخل البيت، وعلى نطاق الأسواق المحلية الشعبية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. فالاستعدادات في داخل البيت كانت الأسرة تستنفر وتبدأ تعمل بعض الدهانات وبعض الأثاث الجديد إن كانت بتشتري أثاث جديد. كذلك المفارش اللي كانت تكفى على ظهرها على وجهها، يعني يكون الظهر هو الملاصق الوجه هو ملاصق للأرض، فكانوا ياخذوها وينزلوا يحطوها في الشمس سواء في كان السطح او غيره، ويبدا يضربوها بالاشوان حتى تتنظف من غبار عام كامل. نعم، كان كذلك يقوموا بالدهان في داخل البيوت، يعني عيد للبيت كمان. نعم، عيد للبيت طبعا. الفرحه كانت في داخل البيت، وكانت الاسواق كذلك تزدان والمحلات التجاريه استعدادا. فكانوا يقولوا العشر الأخيرة كانت يقسموا الشهر إلى 3 أجزاء، 10 للجزارين و10 للخياطين و10 للحلاقين، ولكن طبعا كانت هناك أشياء أخرى كثيرة موجودة. فكانت مظاهر العيد استعداد فرحة. الاستعدادات كانت تبدأ في وقت مبكر للعيد،